عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توحشتكم، سمحوا لي على الغياب، كنت عيانة شوية لظروف صحية. اليوم ان شاء الله جبت واحد الكيك اللي غادي نشاركه معكم، غنديرو في هذا المول المستطيل. كيك ساهل، من اسهل لي كيك اليوميه اللي كنديرو، ماشي شي كيك يعني واو، ولكن كيك زوين هش، ممكن يصلح للضياف، يصلح للايام العاديه. ممكن نديروه في الكوتي الاطفال او للفطور، ما كاين حتى شي مشكل، رائع وزوين وغادي يعجب وليداتكم. اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. والاهم فيه ان فيه مكونات بسيطه بزاف بزاف. بالنسبه كمقادير، عندنا غير جوج بيضات، عندنا هنا كؤوس، انا ما درتش العنبه لانني ما قدرتش عاد نجبدهم. وهذا المهم، هادو كاس لارو كيدير كاس العنبه، يعني هنا كاس الزيت، كاس سنيده، كاس ديال ليمون عصير. انا هذا هو اللي توفر عندي. الا كان عندكم الحليب او حتى الحامض، كنعصر واحد الحامضه ونزيد عليها الماء. هنا واحد القياس تاع 3 الموزات لان عندي صغير، داكشي علاش 3 جوج خمارات وفانيا. على بركه الله غادي ندوز، غادي نميكسي كلشي كما عودتكم في المولينكس. ها هي غادي ندير فيها جميع المقادير، بسم الله على بركه الله. وخلاص الدقيق هنا راه غربلته، غادي ندخل الدقيق اللي يكفيني، حيت على حسب امتصاص كل دقيق. ما عرفتش شحال من كاس، غالبا غيكونوا 3. اللي كيبغي يشد القياسات مضبوطه يكونوا 3 ان شاء الله. غادي ندير السكر والبيض يدوروا مزيان، يتمزجوا، يقربوا. سمحوا لي صوتي مازال عيان. وعاد نضيفوا باقي المقادير. والان بعد ما مزجت واحد 2 دقائق تقريبا السكر والبيض، غادي نضيف هاد الموزتين. كيف ما كتشوفوا انا كيعجبني البنان صغير، هادشي علاش خديته صغير. اللي عنده موز كبير يقدر يدير غير وحده 3 اللي متوفر، ماشي مشكل. حتى هو غادي نمزجوه، كيجي هائل. ممكن نديرو الكراميل ونديرو قطع ديالو تيجي تحتو، فاش كنقلبوها تيجي زوين. غير انا كنبغي نحتفظ بها بحال هكذا. غادي نمزج شويه ثاني هذاك البنان، مكنبغيش نبرزتكم بالصوت ديال المولينكس. الان ملي مزجت الموز مع غادي نضيف هذا الكاس ديال الليمون، عصير الليمون، وهذا الكاس ديال الزيت. صافي، غادي نمزجهم جيدا ونمروا ان شاء الله الخطوه الاخيره اللي هي الدقيق والخمارات. والان بعد ما ساليت التراب ديال تمزجوا ليا جميع العناصر، بسم الله على بركه الله. نتوما كيف ما كتشوفوا كيكون خاسر شويه. غنضيف شويه الماء، عارفين هدى دائما في الكيك ديالها كتضيف الماء والخل، غير شويه باش غسلت به الكاس. وعلى بركه الله غادي ناخذ هذا الفول باش نخدمو. الدقيق ديجا عندي مغربل ودايره فيه واحد القبيصه الملحه، بسم الله. صافي، وغنكملوا بالطريقه العاديه والتقليديه. بسم الله. غادي نخويو هاد 2 ديال الخمارات. اكيد غادي تعجب وليداتكم وما غاديش تستغناو عليها. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بزر الاشتراك واللايك والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني انني ولو تكون اي ظرف نصور لكم لي فيديو ونشاركهم معكم. صراحه بغيت نزيد، يمكن غادي نضيف فيه واحد شويه ديال الزبيب وكركاع وداكشي مكسرات، ما عرفتش، ولو انهم عندي ما عرفتش واش غادي نضيفهم ولا لا. كنظن غادي نضيفهم، غيعطيهم واحد اللذه زايده شويه. صافي، هذا هو القوام ديالها. كيف كتشوفوا كيكون هكذا، كتبقى دير خطوط.
نضيف نرجع لكم، نجيب لكم مكسرات اللي غادي نضيف ونرجع لكم. والان انا رجعت، ما فكرت ما غاديش نضيف الكركاع واللوز، خصني عاد نهرمشهم. عندي سايلين، غادي ندير غير هاد الزبيب صافي، وغادي نفرغ في المول وندخلها للفران. ريحتها عاطيه يا سلام، بحال اللي دايرين شي باناشي، شي عويصير بحال هكداك. بسم الله على بركه الله. ان شاء الله غادي ندخلها الفران على فرن طافي كيف ما العاده. انا عندي ديال الغاز، يعني غادي ندير لها عافيه مهيله ونخليها طيب على خاطرها، وان شاء الله نكملوا تتمه المراحل ان شاء الله بعد ما نخرجها من الفران. الكيك ديالي بعد ما خرجتها من الفران غتجي رائعه ولذيذه. غادي نخليها تبرد، راه مازال سخونه. يلا سيتها، خديتها الكيغدو هذا ديال هاد لي بروشيط، كنجرب هنا في هاد البلاصه في الوسط باش نعرف. هاي خرجت ناشفه، دونك راه ناجحه معايا. نشوفها هي كتحرك، نخليها تبرد شويه ونديمو ليها في شي طبسيل ونشوف يمكن نزوقها بشي حاجه من الفوق ولا نخليها عاديه. وانا معاكم بصراحه هي مازال ما برداتش، ما درت لها حتى شي تزيين، درت لها غير بعد ما ديموليتها كما كتشوفوا راه جات على هذا الشكل. السمك ديالها راه المول كبير، ولو بجوج بيضات عطاتنا حجم زوين لا باس به. ديموليتها وخلات سخونه، ولكن حيت غادي يدي شارجه التليفون غادي نقطعها معكم. بسم الله، تعطيها من واحد الرائحه زوينه. ما بغيتش ندير لها شي تزيين، حيت كلشي الحمد لله عندي كوك وعندي باش نزينها، ولكن واو خفيفه. ما بغيتش ندير باش ما نضيعش النكهه اللي فيها نكهه رائعه ومذاق غزال. حتى الخفه ديالها جات زوينه. نورمالمون اللي كتكون كطحنا فيه التفاحه طلع فيه شويه كيجي بحال اللي، ولكن رائع 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 رائع. بالصحه والراحه. قطع طرف اخر سخونه مازال كطلع منها حراره سربت عليها. واو خفيفه داك الزبيب، خفيفه خفيفه خفيفه. خليها غير تبرد وبالصحه والراحه. هذاك الزبيب ها هو جا لتحت، جا غزال، جا معلك، ما محروق ما والو، فن. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.